السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم كيف كتشوفوا في الفيديو، بعيدا عن المطبخ، بغينا نخرجوا نفرحوا مجموعين بالفوز المنتخب المغربي ضد كندا. كيف كتعرفوا المدن والناس كبير وصغير، جميع المغاربه فرحوا في هذا النهار. قلت علاش لا ما نشاركش حتى انا معكم الفرحه ديالنا انا والعائله ديالي. كيف كتشوفوا هنا هذا شارع مسيرة، يعني تمارة، تيقولوا لي شارع الشيخ الضاوي. الناس اللي كيسكنوا في تمارة راه كيسمعوا به بزاف، هو هذا الشارع. كيف كتشوفوا راه الناس كبير صغير نساء رجال، كل شي خارج ما شاء الله، وكل شي كيعبر على الفرحة ديالو. هنا كيف كتشوفوا راه الشارع على قد الشارع، على قد الناس، على قد الطوموبيلات، يعني بالزغاريت بالكلاكسون، يعني واحد الاجواء حماسية ورائعة. ما غنبقاش نوصف لكم بزاف، حيت اكيد حتى نتوما عشتوا نفس الفرحة. الحمد لله حنا كنا مغاربة وكنا فينا عرق مغربي، فلهذا كل شيء غادي يعيش نفس الاحساس. هنا وصلنا للشارع ديال هرهورة، يعني طريق البحر. كيف كتشوفوا كذلك فين ما مشيتي كتلقى طرقان عامرة، يعني كل شيء في الوجه ديالو واحد الابتسامة وواحد الفرحة، والحمد لله. يعني شعور لا يوصف. والحمد لله ربي نعم علينا بديك الشتيوه، بديك امطار الخير. نتمنى حتى هي تكون امطار نافعه علينا وعلى جميع المسلمين. وكانت الفرحه فرحتين، فرحه المطر وفرحه المنتخب، وان شاء الله يدومها علينا نعمه ويدومها علينا فرحه، ونزيدو المزيد من التألق. وكيف ما فرحونا في هذا الماتش يعني وتأهلنا للثمن، مازال ان شاء الله يزيدوا يفرحونا، وثقتنا بهم فيهم كبيرة. كيف كتشوفوا هنا الشارع يعني الساحلي ديال البحر، اللي غيمشي ما بين هرهورة حتى ما بين كازينو حتى يعني الرباط. كيف كتشوفوا على طول هذا الشارع، ما شاء الله واحد الاجواء لا اله الا الله، يعني كبير صغير كله كيف كيعبر على الفرحة ديالو. وهذا الشيء بصراحة كيبشر بالخير، بأننا حنا كشعب مغربي يعني ديما متضامنين، ديما متحدين مع بعضياتنا، وديما يعني كنبغيو العز لبلادنا. وإن شاء الله الله يدوم علينا فرحة، والله يخلينا ديما شعب مغربي 100%. والله يحفظ لينا بلادنا. كيف كتشوفوا في الفيديو راه العالم المغربي في كل في كل وقيته في كل بلاصة يعني مرفوع، والحمد لله علينا الراية المغربية، ومازال غادي نعليوها ان شاء الله بالفوز المغربي وبالاجتهاد المغربي. ان شاء الله ديما غتبقى الراية المغربية الفوق الفوق. وخير دليل هو أن ولاد المنتخب المغربي ديالنا تقاتلوا مساكن باش يفرحونا ويفرحوا الجماهير المغربية، والحمد لله كانوا في المستوى، والله يعاونهم إن شاء الله ويغلبهم على يعني الفرق الأخرى الماجية، ويكون فوز دائم بحول الله. وخوتنا اللي مشاو حتى هما باش يشجعوهم، يعني لهم شكر كتير، لأنهم مثلونا وسمحوا في الخدمة ديالهم وفي العائلات ديالهم باش يشجعوا المنتخب. يعني نابوا علينا ومثلونا تا هما في قطر، يعني تا هما لهم شكر كتير وما غاديش نساوهم. وحنا كذلك رحنا معاهم بالقلب، يعني اللي ما مشاش كله ظروفه، الله يحسن العون، ولكن رحنا معاهم بالروح وبالدم. الحمد لله الراية المغربية حاضرة وغتبقى حاضرة إن شاء الله حتى النهائي، ونتمنى إن شاء الله يوصلوا للنهائيات، وكنتمنى لهم حظ موفق إن شاء الله. ونخليكم في راحة الله، الله يدومها علينا يعني فرحة. خليتكم في راحة الله. نتمنى هذا الفيديو إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. بغيت فقط غير نشارك معكم حتى أنا الفرحة ديالي ومن المدينة اللي أنا فيها. هنا راه وصلنا للرباط، المهم انا في سمارة، ولكن راه ضربنا واحد الدورة، يعني اجواء رائعة. كتلقاي راسك غير غادة وصافي تابعة ديك الاجواء
والحمد لله ماشي خسارة. حتى نتوما كنقول لكم شكرا على المتابعة. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. فقط بغيت غير نشارك معكم الاجواء، وحد هنا كنقول لكم خليتكم في راحة الله. مع السلامة. والناس اللي مازال ما تابوناوش عندي، مرحبا بكم في القناة منى شانيل. ان شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم. خليتكم في راحة الله. مع السلامة.